تنتظر الجماهير المغربية بفارغ الصبر مباراة منتخب بلادها مع المنتخب الفرنسي الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، والتي سيستضيفها استاد البيت، وستكون فرصة تاريخية لمنتخب أسود الأطلسي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في التاريخ. وأكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الذي حضره العربي الجديد أنه يطلب مساندة جماهير تونس والجزائر للمغرب، وقال: سنلعب من أجل إخوتنا الجزائريين والتونسيين، لذلك نطلب مساندتهم. ربما أنا مجنون، لكننا سنحاول. وأضاف المدير الفني السابق للوداد البيضاوي أنه يقدر التضحيات المادية الكبيرة التي قامت بها الجماهير المغربية للتنقل إلى قطر. أعرف أن وصولهم إلى هنا ليس سيلا عليهم ماديا، لكنهم مجانين، ويجب أن يعرف العالم كله قدراتهم في دعم فريقهم. إنهم أفضل جمهور في هذه البطولة، وهم مثل الأرجنتينيين والبرازيليين. وأضاف الركراكي قائلا: يجب أن نمرر رسالة إيجابية عن ديننا. يجب أن يعرف العالم قيم ومبادئ المغرب، والتي تقوم على أننا نستقبل الجميع وأننا نحترم الجميع، وهي رسالة يجب أن نمررها للعالم. ويؤسفني ما حصل في بلجيكا بعد المباراة معهم، لكنني أطلب من جاليتنا في فرنسا أن تكون المباراة احتفالية، وإن فازوا فسنهنئهم، وهم بالمثل أيضا.